ازاي ترص معايا غرفه نوم؟ عندي الجزئيه دي 63، عندي الجزئيه دي 4 متر. اول حيطه هنا مدخل الباب بالنسبه لي، الحيطه دي فاضيه ما فيهاش كمر. طب انا عندي 3 حوائط، عندي 1 عندي 2 عندي 3، انا كده عندي 3 كمرات في الشقه. افضل حاجه احط فيها الدولاب في الحيطه اللي ما فيهاش قمر. ليه؟ عشان حضرتك وانت بتشتري غرفه النوم ما تضطرش ان تعملها طلبات خاصه تفصيل. فبالتالي الحيطه دي بالنسبه لي الجزئيه بتاعتها 2 متر 50 2 متر 60 2 متر 70 وما فيهاش قمر، تبقى انسب حيطه تقريبا للدولاب. فاحنا ممكن هنستخدم الكومود والسرير والكومود الثاني. فبالتالي يبقى في الجزئيه ديت انا هعمل 2 فيشه كهرباء، واحده فوق الكومود وواحده فوق الكومود الثاني. ما تجيش تعمل فيشه الكهرباء على ارتفاع 30 سم او 40 سم، اشتغل فيشه الكهرباء بتاعتك على تقريبا 55 سم. السرير بتاعي يا اما متر و60، السرير 170، السرير بتاعي 180. مقاس الكومود بتاعي 50 سم 60 سم. انا بتكلم على المقاسات الاستاندر اللي متواجده في الاسواق كلها. يبقى انا لازم تكون الحيطه معايا 2 متر و70. ممكن نحط في الجزئيه دي يا هنحط السراحه يا هنحط الشيفونيره. طبعا في الجزئيه بتاعت السراحه لازم تبقى معايا فيشه كهرباء تخدم الادوات الكهربائيه بتاعتي. انا دلوقتي عندي مدخل باب الغرفه وعندي البلكونه بتاعتي، فلازم يبقى المسار الحركه بتاعي مستقيم. ما اجيش احط السرير في وش الباب، وما ينفعش ان انا احط الدولاب في الجزئيه ديت بحيث ان الدولاب هو مش على الحيطه، هو الدولاب بيطلع الدبس بتاعه العمق بتاعه 65 سم، فهيقف معايا لحد هنا، فانا مش هاجي اخش الغرفه بالاتجاه الضيق بتاعي. استنونا فيديوهات ثانيه مع سليمان.